دلوقتي جمعتكم مع حلقة جديدة من بودكاست حياة الروح مع أروى متولي. عمرك فكرت ايه الفرق بين الروح والنفس والجسد؟ عمرك عرفت تميز مين اللي بيتكلم؟ روحك ولا لسانك؟ عمرك حاولت تحرك صوابعك وتبص لإيدك كأنها مش من جسمك؟ أهلا بيكم، معاكم أروى متولي وده بودكاست حياة الروح. في حلقتنا النهاردة هنتكلم فيها عن الفرق بين الروح والنفس والجسد وإيه اللي يربطهم ببعض. في مجموعة من العلماء قالوا إن الروح هي النفس، ولما بتخرج النفس من الجسد عند الوفاة بيطلق عليها روح. وعبر أفلاطون عن الروح بإن هي جوهر الإنسان وكينونته والقوة اللي بتحرك جسمه. طيب يا ترى إيه اللي بيربط جسمنا بروحنا وبعقلنا؟ جسمك ده مجرد عبارة عن وعاء بيحوي روحك، واللي بيوصل روحك بجسمك هو الإدراك، واللي بيوصل المحيط الخارجي بجسمك هي الحواس الخمسة. الحواس الخمسة كأنها بوابات للجسم عشان تدخل لنا معلومات معرفية وحسية. فإحنا بنشوف، بنسمع، بنشم وبنتذوق، وبعد كده بندرك، وبعدين روحنا بتتعلم وبتاخد خبرة وبتكون ذكريات وخبرات، ومنها بتتكون ردود أفعال لحظية أو قرارات نابعة عن خبرة. وعملية الإدراك اللي بتتم ما بين الحواس الخمسة والعقل هي من العمليات المعقدة اللي بتعتمد أولاً على الحواس الخمسة لإدخال المعلومات للدماغ، وبعد كده ربطها بالمخزون المعرفي السابق لإعطاء تفسيرات وإصدار قرارات. من لحظة ما بنتولد وإحنا بيدخل لجسمنا كتير من المعلومات الخاصة بالمحيط اللي حوالينا والمحيط الخارجي. جسمك ده كأنه آلة، واللي بيحركه روحك، وبتتزود بالمعلومات والمعرفة عن طريق عملية الإحساس خلال بوابات المعرفة اللي هي الحواس الخمسة. بعد كده بتحصل عملية الإدراك. طيب الذكريات والخبرات بتتخزن في الروح ولا في الجسد؟ الحقيقة من خلال قراءاتي بتتخزن في الاتنين، في الروح والجسد. وإذا حصل خلل في عمليات الإدراك أو في مراكز الذاكرة بالمخ بيحصل خلل برضو باتصال الروح بالجسد، لأن المعلومات مش بتوصل للمخ أو مش بتدرك. طيب هل تعتقد إن في تأثير من النفس على الجسد والعكس؟ الموضوع يطول شرحه، بس ببساطة الإجابة هي أيوة. إحنا فعلا ممكن نأثر على جسمنا بأفكارنا ومعتقداتنا ومشاعرنا كمان. لو كانت إيجابية جسمنا هيبقى في أحسن حالاته، لو كانت سلبية هيكون العكس صحيح. يعني لما الإنسان بيعدي بفترة مليانة بالضغوطات النفسية أو فترة توتر عصبي، أو إنه يكلم نفسه كلام سلبي ويركز على الجانب السلبي من شخصيته ومن حياته، واستمرت الفترة السلبية دي وما غيرهاش وما بعدش عن المؤثرات السلبية، جسمه هيعترض ويبتدي يفاجئه بأرق، بحساسية، بأي عرض مادي يظهر عليه ويحس بيه. وهنتكلم عن الضغوطات النفسية السلبية وتأثيرها على الروح والجسد بعد كده بالتفصيل. طيب الجسم ازاي بيأثر على النفس؟ لو حصل للجسم ضغط كيميائي أو مادي زي عدوى بكتيرية أو حادثة، ممكن عضو من أعضاء الجسم يتأثر أو يحصل خلل لوظيفة حيوية من وظائف الجسم، فبالتالي يظهر عندنا مرض، نبدأ نتخض، نخاف. وبدل ما نسند جسمنا بطريقة إيجابية، بالعكس بنساعد إن الجسم ينهار أسرع باكتئابنا وتوترنا ومشاعرنا السلبية. أو لو كنا مش بنمد جسمنا بالغذاء المناسب، بل بالعكس بنضره بتدخين أو سكريات زيادة عن اللزوم، كده بدأنا نأذي جسمنا. ولو استمرينا على كده هنصاب برضو بالأمراض، فنحبط ونكتئب. وبدل ما نسند جسمنا نفسيا بالإيجاب بنزود التعب، وبنساعد برضو إن الجسد ينهار أسرع وندخل في حلقة مفرغة من السلبيات. فيا ترى عرفت تميز بين روحك وجسمك؟ حسيت إن هما حاجتين مختلفتين عن بعض ولا لسه؟ بتمارين التأمل والتركيز على التنفس ممكن تقدر تميز ما بينهم، وهنتكلم عن التأمل في حلقة منفصلة بعد كده بإذن الله.
دي كانت مقدمة بسيطة عن الروح والنفس والجسد. عاوز تعيش صح؟ اهتم بمدخلات جسمك وروحك من أحاسيس ومشاعر وحاجات مادية زي الأكل والشرب. وخليك فاكر إن الجسد مجرد وعاء، بس لازم تهتم بيه عشان تقوم بدورك على أكمل وجه وتركز في مهمتك في الحياة. وصلنا لآخر حلقتنا، يا رب أكون أفدتكم. مستنية تعليقاتكم وآرائكم، واستنوني في حلقة جديدة. كانت معاكم أروى متولي في بودكاست حياة الروح.